الاول لناظر المحطه وهو يتصرف، وسعوا ماله كل واحد يروح لحاله. ايه عمركم ما شفتوا حرامي؟ الله، ما تروحوا بقى انتوا مش صايمين. خش يا حرامي قدامي، خش. تعال انت كمان يا بلدينا، تعال هنا، تعال معانا، خش. اني ايه؟ لا ما هو اني خلاص اروح اني بقى اشوف حالي. هالبت ما القدر هيدن بقى شويش، ده احنا بقينا صفاري سمس. سلام عليكم. تعال هنا يا جدع، انت راح فين؟ مروح بقى يا عم. مروح ده ايه؟ مش انت المجني عليه؟ لا اني مش المجني عليه. اني حسين ابن الحاج سويلم تاجر المواشي من كفر المنظره مركز اجد اهليه. ما انا اذا كنت ده اهليه ولا منشيه ولا فوت قدام امال فوت، مش انت اللي اترشقلت؟ ايوه بس ما هو ما حصل خير وكل سنه وانت طيب. بقول لك فوت قدامي قول الكلام ده لحضره الناظر. ايه الحكايه يا شاويش؟ انا عاوز افهم، كل يوم خناقات ما نخلصش منها، اعصابكم فلتت من الجوع ولا ايه؟ لا 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 يا حضره الناظر، ده الواد بندق النشال ظبطناه هيعلق محفظه الجدع ده في الاتوبيس. ما كانش قصدي يا فندي، ده انا كنت واقف في الاتوبيس بعيد عنك دايخ، جه حضرته اتخبط فيا، سندت عليه بايدي الشمال. ايوه يا اخويا، وبايدك اليمين علقت المحفظه. يا حرام المحافظ يا نور. حرام ايه بس يا شاويش؟ فين المحفظه دي اللي علقتها؟ انا برضو وش محافظ؟ ما هي محفظته اهي في ايده، في ايدك ولا لا يا بلدينا؟ ايوه ومثبت عليها كمان. ما هو لولا كانت مربوطه بالدباره الميجوز كنت انت هتسحبها يا كليفتي. انت رابط محفظتك بدباره؟ دباره ممكن، دباره زي سلبة الجاموسي. ابويا رابطها لي في عروه السديري وموعينه ومقررني قبل ما اركب القطر. قال لي اوعى يا حسين تسهى عني، تركب ترماي تركب اتوبيس خليك مثبت عليها كده اهو. وثبت كده اهو؟ امال كنت مكلبش عليها بايدي الاثنين زي الشبيط، واقف ومثبت 24 قراط مره واحده. الاتوبيس وقف ولا لك اللي بيسحب. اخدهم على الاسم يا حضره الناظر. اسم؟ ليه الاسم دي؟ يا ده يا مطبيله بطبل يا بلدي يا جدعان. انتوا عايزين ابويا الحاج ابو سويلم يحلف يمين 3 معدت مخط مصر تاني. وانت خايف ليه؟ ده انت مجني عليه. شوف بيقول لي مجني عليه، ما تصدق يا مؤمن بيقول لك انا حسين ابن الحاج سويلم مش مجني عليه. يا بيه اسال الشاويش، انا مش قايل لك ان حسين ابن الحاج سويلم تاجر المواشي من كفر المنظره مركز اجد اهليه اهو قالها لك اهو. انا في عرضك يا حضره الناظر بلاش البوليس لا تبقى جرصه وهتيكه. هتيكه؟ انت بتجيب الكلام ده منين يا جدع انت؟ من كفر المنظره مركز اجد اهليه. عفارم براوي عليه. خلاص بقى يا شاويش، هو متنازل عن حقه المدني. خلاص متنازل انت عن حقك المدني؟ بيقول لي برضه متنازل يمين 3 يا مؤمن. انا حسين خلاص يا ابن الحاج ابويا ابن الحاج بس سويلم. خلاص يا سيدي خلاص، روح انت خد الواد دقدو ده معاه وتصرف معاه، وسيب لي الجدع ده اشوف حكايته ايه بالظبط. وقدامه قال يا دول يا حرامي. بالاذن يا حضره الناصر. قول لي بقى يا حسين. حسين ابن الحاج ابو سويلم تاجر المواشي. خلاص بقى انت هنا، انت هتقعد تقر لي كل شويه؟ فهمني ايه حكايتك واحده واحده. اولا محفظتك مالها منفوخه كده ليه؟ معمره 7000 جنيه و835 مصيغ. يا نهار مش فايت، معاك 7000 جنيه و835 مصيغ وكل ده وراكب بيهم الاتوبيس؟ ايوه ماني رابطهم بالدباره الميجوز ومثبت عليهم. وجايب المبلغ ده كله منين يا سي؟ ابويا حسين ابن ابويا الحاج ابو سويلم من تاجر المواشي دول 8 مواشي لازم. عليك نور يا ابو الناظر. ما هو حكم ابويا الحاج ابو سويلم ابو جاموس تاجر مواشي بالجمله، بيورد مواشي ل 30 جزار هنا في مصر. ما شاء الله. بقر وجاموس وعجول وتران وخرفان من كافه الحوال. بعتني بقى احصل له فلوسهم من الجزارين واقعد هنا بقى في مصر طول شهر رمضان وكل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه وزي الانجل كده. والله يا ابني الحمد لله. بص انا عندي البنت الكبيره. هو ايه ده؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ طيب قول لي انت قاعد فين بقى؟ انا قلت لك يا ابو الناظر انا من كفر المنظره مركز يا ابني هنا الشهر اللي هتقعده في مصر هنا في رمضان قاعد فين؟ انا مش قاعد، انا طول النهار بلف احصل فلوس ابويا الحاج ابو سويلم. ما هو قال لي كده، قال لي طول النهار تلف تحصل الفلوس وبالليل بقى تاخد براحك تتفسح تتفرج ولا تسال في المضيوع. مضيوع ده ايه؟ المصروف. المصروف. طب خلاص انت هنا يا سيدي، انا بسالك بقى هتبات فين؟ على السرير يا ابو الناظر. ما هو ابويا الحاج سويلم اشترى لي سرير ب4 عمدان نحاس ومله بقى ومراتب قطن يا ابني يا حبيبي فهمني، بقول لك هنا في مصر هتبات فين؟ ايه هي دي بقى اللي مدوخاني 7 دخان. ايه دي؟ البياتة.
ما هو ابويا الحاج ابو سويلم قال لي اول ما تنزل مصر يا حسين تروح على العلوان وتقابل مسعود ابن عمك ابو لاسي. لقيته في العلوان تبات معاه، ما لقيتوش في العلوان ما تباتش معاه. يا حلاوه. والف لك مصر شارع شارع لحد ما عديت على العلوان. سالت عليه قالوا مسافر. بقى سالت عليه قالوا مسافر؟ ولا رضيش يقولوا لي. ولا رضيش يقولوا لك؟ سالت عليه قالوا مسافر. يخرب عليك، انت تنسى الواد مسخره قوي. وهليلي وبحبوح وفكهي على الاخر. فكهي كمان؟ واكره الغم. وهتبات فين؟ اخ ايه، مش بتقول مسعود ما لقيتوش في العلوان وقالوا مسافر؟ وما دام ما لقيتوش في العلوان مش هبات معاه. امال هتبات الليله فين؟ هبات الليله فين؟ ايوه هتبات. والمحفظه المنفوخه دي معاك كمان؟ هبات في بسيون. في ايه؟ بسيون. ما هو ابويا الحاج ابو سويلم قال لي لو ما لقيتش مسعود تبات في البسيون، وقال لي ان هم هياكلوك هناك عيش فينو. معقوله دي تقعد في بنسيون شهر 30 يوم؟ لا يا حسين، اسمع حسين، انت تدور لك على حاجه كده نظاده، حاجه شياكه، حاجه قبها، لازم تنبسط في الشهر اللي هتقعده هنا. ايوه لازم. ده ابويا الحاج ابو سويلم قال لي وما تخليش في نفسك ايوه حاجه، روح انبسط في مصر، بر روحك كده وبحبح وادخل سيم واركب ترميات وروح سوق العيد واشتري عسليه واعمل دوشه وهلبس بدله كمان. خلاص ما دام فيها بدل بقى يبقى تأجر بقى الشقه المفروشه. أجرها ازاي يعني؟ انا اقول لك الشقه المفروشه يعني ايه؟ يعني شقه جاهزه من كله، فيها اوضه نوم واوضه سفره وحمام، فيه بوتاجاز وميه سخنه وميه بارده. ميه سخنه وميه بارده؟ امال نفس واحد؟ ايوه، وفي كراسي وكنبه. الله هتلاقي بقى فيها شبابيك بقى وحيطان وسقف ومن مجاميع. تمام. ويا سلام لو شفت الجرس بيضرب مزيكا. جرس ايه؟ جرس الباب. جرس الباب بيضرب مزيكا؟ امال شوف انت بقى. لا ده لازم بقى الشبابيك بترقص بقى والحيطان بتطبل والحكايه مولد. قلت ايه؟ ايد على كتفك يا بالناصر. فين دي بقى؟ في العماره اللي انا ساكن فيها. طب ما تهم بقى يا بالناصر وليك الحلوان. حلوان ايه يا راجل؟ عيب اختيش، امال احنا غرضنا نخدمه بس. انت اصل باين عليك جدع ابن حلال وبحبوح قوي يا بالحاج يا بالناصر. واكره الغم والود طول النهار اضحك كده ومحدش واخد منها حاجه. ايوه بس يعني انا كنت عايز اقول لك ان ايجارها غالي شويه. غالي مين يابا؟ انا ما اعتلش هم مضيوح. انا بقى اجي مصر من هنا اتبحبح. ابويا الحاج ابو سويلم قال لي ما بدهاش بقى يا واد يا حسين، يلا ما حد ان شاء الله يا رب ما حد حوش. عال